السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي يكون كلام مهم جدا على حكيم زياش وشنو قال المدرب غراهام بوتر على سبب غيابه على مباراة اليوم، وغنهضروا ايضا على خسارة البلوز تشيلسي زائد هدف عبد الحميد الصابري، والكلام ايضا غادي يكون على الوداد ورجاء والجيش، اضافة الى تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا. وكالعادة كل شيء بالمختصر. في البداية اكيد غادي تكون مع مباراة تشيلسي وساوثهامبتون، واللي كما شفنا كاملين ان الدولي المغربي كان غائب على قائمة المباراة، بحيث ما كانش لا في التشكيلة الاساسية ولا حتى في الاحتياط كذلك. ولكن البارحه كان خرجت اخبار كتقول ان المدرب غراهام بوتر غادي يستبعد لنا حكيم من المباراه بهدف اراحته، وفعلا اليوم تبين انه ما كانش في القائمه نهائيا. وايضا غاب على هذا الماتش كل من تياغو سيلفا، مارك كوكوريا، ويريس جيمس، والغابوني بيير امريك اوبامايونغ، وهاد اللاعبين اللي ذكرناهم بما فيهم حكيم زياش طبعا حتى واحد فيهم ما مصاب نهائيا، لان الصحفيين سولوا المدرب غراهام بوتر واش هاد الغيابات مرتبطه بالاصابات، وجواب المدرب حرفيا كان كالتالي: ليس لدينا إصابات، نحن فقط نستغل هذا كفرصة لإراحة بعض اللاعبين الذين يعانون من القليل من التعب، علينا أن نكون حذرين مع هؤلاء اللاعبين. يعني المدرب شخصيا أكد تلك الأخبار اللي كانت متداولة في الصحف الإنجليزية بأن سبب غياب حكيم هو إراحته فقط. وبالمناسبة اللي خدم مكانه في التشكيلة الأساسية هو اللاعب نوني مادواكي، واللي قلت لكم سابقا أنه هو المنافس الأول لحكيم زياش على رسمية، وبين قوسين الإنجليزي مادواكي ما قدمش مستوى كبير، لذلك خرجوا المدرب غراهام نسبيا في وقت مبكر، تحديدا في الدقيقة 64، وكما كيبان لكم تحصل على تقييم 7.9. وطبعا البلوز تشيلسي مرة أخرى كيخسر بغرابة شديدة جدا، وبذلك حبل الإقالة بدا كيلف رقبة المدرب بوتر أكثر وأكثر. وأيضا دفع الثمن كاش فاش خلى لينا حكيم خارج القائمة، لأنه اليوم كان محتاجه كثيرا في بعض فترات المباراة، وأكيد المغربي كان غادي يخلق ليه الفارق. ولكن كالعادة هذا هو بوتر، ديما فاش كيتفلسف كيجيبها في راسو. وللأمانة رغم النتائج السلبية إلا أننا فاش كنجيو نديرو تحليل المباريات كنلاحظوا أن هناك سوء حظ وسوء توفيق ايضا غريب جدا. فعندك مثلا اليوم غير رحيم ستيرلينغ بوحدو ضيع جوج فرص مستحيل يضيعها حتى لاعب هاوي، ولكن كما عارفين هذه هي كرة القدم، بحيث المدرب هو المسؤول عن النتائج وكذلك عن سوء حظ. اما بخصوص الدولي المغربي الاخر عبد الحميد الصابري، فاليوم سجل هدف مع نادي سامبدوريا في شباك فريق بولونيا. مبدئيا المدرب السربي ديان ستانكوفيتش ارتأى باش ما يبداش بعبد الحميد في التشكيله الاساسيه، ودخلوا لينا حتى الدقيقه 65، ومن بعد بخمسة دقائق فقط قدر يسجل هدف واللي كان من ضربة جزاء، واللي كالعاده المغربي الصابري حطها بلمسه ثقه في وسط المرمى اللي خدع به الحارس البولندي لوكاس كوربسكي ليعلن بذلك عن هدف التعادل. الا ان نادي بولونيا قدروا يسجلوا هدف الثاني في الوقت القاتل، وبذلك هزيمه رفقاء المغربي الصابري اللي هذا الاخير تحصل على تقييم 6. للوداد الرياضي البيضاوي فللاسف البارحه انهزم امام شبيبه القبائل، اللي بالمناسبه هذا الفريق كيتعتبر هذا الموسم هي اضعف نسخه له منذ سنوات، ولكن رغم ذلك وبكل غرابه ما فهمتش كيفاش ربح الماتش. المهم الوداد بشكل عام البارحه كان بدون اي شكل هجومي يذكر، بحيث ما قدروش على الاطلاق حتى على تجاوز خطوط شبيبه القبائل وايجاد المساحه او خلق زياده عدديه في الامام، وكانهم كانوا لاعبين على نقطه واحده فقط، وهذا راجع للمدرب مادي النفط اللي كان ضايع تكتيكيا. ايضا المشكله ديال الوداد هي في المحترفين الافارقه ديالها اللي حد الان ما قدموش الاضافه بتاتا البتة. كمثال عندك المدافع زولا اللي صراحه هذاك اكبر كارثه على دفاع الوداد، وحتى المحترفين الافارقه اللي كاينين في خط الهجوم كذلك. وايضا من مشاكل الوداد هي طريقه انتداب المدربين، بمعنى لا كنت غادي تجيب مدرب اجنبي جيبو يكون ذو كفاءه عاليه ليليق باسم وحجم وداد الرياضي البيضاوي. فلا جينا نشوفوا على سبيل المثال المدربين اللي جاوا للوداد في السنوات الاخيره غادي نلقاو المدرب المحلي افضل بكثير من المدرب الاجنبي، لا من ناحيه النتائج وتتويج بالالقاب، ولا من الفكر الخططي والتكتيكي واسلوب اللعب والروح وما شابه ذلك. فمثلا في النسخه ديال المدرب التونسي فوز البنزرتي كنا كنشوفوا فريق هجومي مبالغ فيه، اما في نسخه المدرب وليد الركراكي شفنا فريق كيعتمد اكثر على الدفاع ما الاعتماد على التحولات الهجوميه، وهنا كنقصد الكونتر اتاك طبعا. ورغم قله الهجمات المضاده الا انها كانت فعاله جدا، والدليل هي الالقاب اللي حققها وليد مع الوداد. اما في النسخه ديال حسين عموته بدا الفريق تدريجيا كيقترب من نفس الفكر واسلوب اللعب اللي كان كينهج المدرب الركراكي، وبين قوسين من وجهه نظري الشخصيه لو ما كانتش تمت اقاله المدرب عموته على الاقل كان غادي يكون افضل بكثير من مهدي النفطي حاليا. ولكن كما عارفين اصلا الكيمياء بين عموته ورئيس الوداد سعيد الناصري ما بقاتش متوافقه بحال ايام زمان، وبين قوسين حتى عموته دار خطا كبير فاش مشى لقطر، ومن المدرب قلبها مراسل وبدا كيدير لقاءات مع اللاعبين والضيوف وما الى ذلك. وطبعا هذا الشيء راه ما عجبش اداره الوداد. اما هذه النسخه الحاليه ديال المدرب التونسي مهدي النفطي فبكل امانه كنشوفوا فريق التوجه ديالو اقرب للدفاع بدون اي شكل على مستوى الهجوم. اذا ببساطه لا جينا نشوفوا المدرب الاكثر نجاحا في السنوات الماضيه مع نادي الوداد لا من ناحيه الالقاب
الالقاب او اسلوب اللعب، فاكيد غادي يكون اولهم المدرب وليد الركراكي، وحتى الحسين عموته كذلك اللي يقدر يتوج بدوري ابطال افريقيا. اذا المدرب المحلي هو اللي حقق نتائج جيده مع الوقت، وانا طبعا ماشي ضد المدرب الاجنبي، غير هو لا بغيتي تنتدبوا خاصو يكون ذو كفاءه كما ذكرنا. رجاء الرياضي البيضاوي في اليوم اللهم بارك وزيد في ذلك قدم مباراه كبيره جدا واللي سحقوا فيها نادي سيمبا التنزاني ب3 أهداف ل0 رغم التحكيم الفاجر والغير العادل اللي كان ضد الرجاء، بحيث داكشي كان باين عاين عيني عينك يا تاجر كما كيقولوا الاشقاء المصريين. ولكن رغم ذلك رجال الرجاء كانوا في الموعد، وكان واضح فرق الامكانيات والفنيات بين اللاعبين على ارضيه الملعب. والجميل ايضا هي الجماهير الرجاويه اللي كانت باعداد كبيره جدا في الملعب، وهذا عامل مهم باش شفنا الرجاء اليوم بهذا المستوى الكبير. وبين قوسين باش شد الرحال من المغرب الى تنزانيا راه ماشي سهله بتاتا، وبحال هاد الامور اكيد يعيها جيدا اللاعب رجاء الرياضي البيضاوي، لذلك اليوم كانوا في الموعد. عموما مبروك لرجاء الرياضي البيضاوي، وان شاء الله الوداد غادي ترجع لسكه الانتصارات. اما الجيش الملكي فاكيد كنتمناو ليه كل التوفيق في مباراه الغد واللي غادي تكون ضد اسكو ديكارا الطوغولي، وطبعا اكيد ديما مغرب. وحتى لهنا كنكون وصلنا للختام، وخير كلامي ما قال ودل. كاين معكم خالد، في امان الله، مع السلامه.